أهلا يا شباب الأنمي. ملخص النهاردة هيكون مزيج بين الرومانسية الدافئة والمشاعر الحزينة. استعد لملخص أنمي جامد هيولع قلبك مع كل لحظة. كمان متنساش تشترك في القناة التانية عشان بينزل عليها ملخصات جامدة جدا، والتركيز هيكون عليها الفترة الجاية. مشاهدة ممتعة. يوشيدا كان راجل عجوز قارف ومهووس بشكل بايخ، اتصدى من كراش اللبن بتاعته وفقد رغبته في الحياة. بس لما اخد عنده بنت مشردة صداقة ضخمة عشان ينسى وجع قلبه، هي فضلت ترجيه انها تبقى خدامة اللبن بتاعته عشان تردله جميله. الحكاية بتبدأ في مطعم لما الضغط اللي عليه خلاه يعترف لزميلته في الشغل أوري بحبه، بس هي صدته في ثواني وقالت له إنها أصلاً مرتبطة بواحد جامد. مكسور الخاطر يوشا جر نفسه على بار مع زميله هاشيموتو وقعد يعيط على أوري. لما هاشيموتو لاحظ إن صاحبه شرب كتير قال له يرجع البيت، وهو وافق على مضض. وهو مترنح راجع، يوشا لقى بنت قاعدة لوحدها تحت عمود نور. بدافع الفضول سألها بتعمل إيه بره لحد دلوقتي. ردت بكل برود إنها ما عندهاش مكان تروح له. لما سألها هي ناوية تنام هنا بجد، قالت له بمنتهى العادي طب ما أبات عندك، كأنه شيء طبيعي. يوشيدا قال لها انت عبيطة على الكلام ده. فجأة هي رمت قنبلة وقالت لو سيبتني أبات هسيبك تعمل اللي انت عايزه. لحظة كده يوشا دخل مود بطل أنمي، بس فاق بسرعة ورفض. وبعد ما زنت عليه كتير في الآخر استسلم وخدها البيت. أول ما دخلوا البنت بصت حوالين الشقة وقالت دي وكر مخرب. يوشا طنش الإهانة وراح ينام، وفجأة الغريبة دي بدأت ودخلت معاه. عرضت عليه فرصة أخيرة يفرغ شحنته، بس يوشا كل اللي نفسه فيه دلوقتي شوربة. تاني يوم الصبح ريحة الأكل سحبته على المطبخ، لقى نفس البنت بتطبخ كأنها بتدفع الإيجار. لما سألها بتعملي إيه، فكرته إنه طلب شوربة امبارح ولسه شكك فيها. اتهمها إنها ممكن تكون بتحط له حاجة في الأكل، فقامت زعقت له وقالت له ما أنت اللي جبتني بيتك. لما فتكر كل حاجة هدي شوية وجرب الشوربة. عرفت نفسها باسم سايو وقعدت تغيظه وتقول له كان هيستمتع بالشوربة أكتر لو أوري هي اللي عملتها. اتصدم يوشا وسألها عرفتي أوري منين؟ ردت ببرود إنه قضى نص الليل بيهازي باسمها. وهو ساكت ومكتئب، سايو فجأة استعرضت مواهبها وقالت إنها عارفة تسعد الراجل. بس يوشا صدها فوراً وقال مش محتاج غريبة تصلحه. بدل ما تهدى سايو فكت السويتر أكتر وفضلت ترقيه وتوريه قد إيه مقاسها كبير. حلو. بص تانية واعترف إن اللي صممها كان واضح بيعملها وهو مشغول، بس برضه مش مهتم. بدل ما تيأس طلعت وقعدت على ركبته وقالت له إنه غريب عشان مش عايز معاها. يوشيدا زقها وقام طلب بطاقتها. أول ما بص في الهوية تنهد واكتشف إنها من مدينة تانية. سألها بقالك قد إيه سايبة البيت؟ ردت بكل بساطة بقالها 6 شهور. سألها كمان إذا قالت لأهلها، قالت غالبا هم مبسوطين من غيرها. لما فهم إنها تايهة ومش وراها حاجة سألها ناوية تعملي إيه لما أطردك في الآخر؟ سايو سكتت لحد ما هو اقترح تلاقي شغل، بس هي اشتكت إن مفيش حاجة هتدفع إيجار كويس ومش عايزاها ترجع تبيع كرامتها عشان كيس شيبسي. في الآخر يوشا قرر يسيبها تقعد بس بشرط تشتغل وتستاهل أكلها. سايو عيطت فورا ووافقت على طول إنها تتولى شغل البيت في غيابه. تاني يوم في الشغل يوشا حكى لهاشيموتو على اللي حصل. هاشيموتو سمعه وبعدين حذره إنه ما يتعلقش بملكة فشوش. بالليل سايو استقبلته بترحيب ساخر، نورت يا بابا، بس هو طنشها ودخل، ولدهشته لقى كل قميصانه مكوية وفلة. بعد العشاء خرج يولع سيجارة، بس سايو قالت له ينفع يشرب قدامها. يوشا رفض وقال مش شيك إن الواحد يشرب قدام ست. مستغربة سايو قالت له إن الرجالة التانيين ما كانش يفرق معاهم. الكلمة دي طلعت منه محاضرة سريعة قال لها فيها تبطل تسيب الرجالة يعاملوها على إنها بلا قيمة. تاني يوم ولأنه تعب من منظر سايو في نفس اليونيفورم المبقع، يوشا خدها شوبينج. وهم راجعين اعترفت بهدوء إنها مش عارفة تردله جميله إزاي. ساعتها يوشا فهم إنها مش بنت شمال، هي بس مش عارفة تقول شكرا بطريقة طبيعية. وقال لسو إنه لو عايزة بجد ترد الجميل تكمل في التنظيف. في البيت سو ضحكت لما وراها الفوتون اللي اختاروا لها، ولما سمع ضحكتها الصادقة يوشا قال لها صوتك طالع كيوت، فمخها فصل في تانية. بعدين في المكتب هاشيموتو قال كده من غير ما ياخد باله إن كل الناس فاكرة إنه عنده صحبة. ولما يوشا سأله ليه، هاشيموتو قال له إنه بقى طالع شيك وفريش، وده علامة واضحة إن في قطة دفيه مستنياه في البيت. في الويك إند يوشا خد سايو شوبينج تاني. لفت نظرها إنها ما عندهاش موبايل، وسايو اعترفت إنها رمت آخر واحد في البحر علشان زمايلها كانوا بيفضلوا يبعتوا لها رسايل. يوشيدا صمم إنها محتاجة موبايل وعرض يشتريها لها، بس سايو رفضت وقالت إنها مرتاحة من غيره. مع كده أخد باله من الضحكة الحزينة على وشها وتضايق، بس قرر يسكت دلوقتي. وهو راجع البيت يوشيدا لقى سايو قاعدة في الضلمة وسرحة. لما سألها ملك سايو ابتدت تضحك بارتباك. المرة دي قال لها إنها مش مضطرة تبتسم أو تضحك غصب عنها لو مش مبسوطة. جمعت شجاعتها واعترفت إنها مستغربة هو ليه طيب معاها كده، وقالت له كمان علشانه هتبطل تمثل. بس الحقيقة إنها بقالها كتير بتمثل لدرجة إنها نسيت تعبر عن مشاعرها الحقيقية. بعد ما سمعها يوشا قال لها تاخد الأمور بالراحة، ووضح لها إنه مش راجل طيب قوي، هي بس خبرتها كلها مع رجالة زبالة. سايو ساعتها وعدته تبقى أحسن رومية في الدنيا، وده خلى يوشا يضحك من قلبه وقال إن الطيبة فيها هي، لأن من ساعة ما جات البيت بقى نضيف وبيبرق. تاني يوم بالليل في الشغل يوشا قال للموظفة اللي تحت إيده ميشيما إن الجاكيت بتاعها مليان أخطاء ولازم يتصلح قبل الديدلاين، وبما إن الوقت ضيق طلب منها تقعد لحد متأخر وتخلصه. ولما أخيرا خلصت شغلها يوشيدا جابلها أكل علشان عبدة الشركة ما تقعش من الجوع. وهم بياكلوا شكرته على دايما واقف في ظهرها، وسألته ليه مركز يساعدها هي بالذات. يوشا رد وقال علشان هي لسه مش قادرة تمسك الدنيا لوحدها دلوقتي.
وغيرت الموضوع. ميشيما قالت له إنه بقى يلبس حلو اليومين دول وسألته لو مرتبط. ساعتها حكى لها عن الرفض اللي خدها من ايري وصرح إنه لسه سنجل زي الخاسر اللي بيتفرج على الفيديو ده. المفاجأة إن ميشيما اتنشطت من الكلام ده وفكرته علامة من الكون. خلصت أكلها وسألت يوشا كده على المشي يطلعوا يشربوا بيرة. هو وافق بس من غير حماس قوي. بعدين لما يوشا رجع البيت قعد شوية دقايق محرجة يعتذر لسايو على التأخير. في الآخر سامحته، لمت الأكل اللي كانت محضراه قبل كده وادتله بيرة ساقعة كأنها خدامة شغالة في الضلمة. تاني يوم في فسحة الغدا يوشا خد هاشيموتو يشتري موبايل جديد. فضل يراجع موديلات كتير وواضح إنه مدقق قوي. لما هاشيموتو سأله إيه اللي مأخره كده قال له إن الموبايل لسايو ولازم يطلع مظبوط. هاشيموتو حذره ما يتعلقش بيها زيادة عشان ما يقعش في حبها، بس يوشا طنش وقال إنه أصلا بيحب الستات اللي مقاسهم أكبر من وشهم. في المكتب يوشا بدأ يبص في ساعته كل شوية. ساعتها أيار قالت له فجأة يقابلها بعد الشغل. قبل ما يمشي هاشيموتو هزار معاه وقال يا ريت يحلق تحت قبل ما يقابلها. بعدين في المطعم الجو اتقل بسرعة. ايري بتشرب البيرة كأنها وهو واقف بيبص على الأسلحة الثقيلة بتاعتها. تمام، خدته وهو باصص. سألته إن كان عجباه المناظر. قام الراجل بالعافية ما اتخنقش من الشرب. لما يوشا سألها هي عزمته ليه أصلا بعد ما صدته، أوري قالت نلعبها أسئلة عشان نفك التوتر. سألها كانت عايزاه ليه. بدل ما ترد قلبت السؤال وسألته إن كان مرتبط بحد. يوشا قال لأ بس هي ما صدقتوش وبدأت تسأل عن علاقته بميشيما. أيوري كمان علقت على شكله الجديد واستغربت إن كان في حاجة بتحصل. هو شرح إنه مفيش حاجة بينه وبين ميشيما وقال إن مشاعره ما اتغيرتش حتى بعد الرفض. سألها ليه الموضوع فارق معاها وأوروري اعترفت إنها مش حابة فكرة إنه يعجب بحد تاني بعد ما قال لها إنه بيحبها. اعتذرت على الإشارات المتلخبطة وقالت ده كان السبب الوحيد إنها عزمته. بعدين قالت له يسأل سؤال أخير وهي بقت عاملة فيها الزعيمة الأخيرة. يوشا سألها عن مقص شعرها يا ولد والإجابة خلته حاسس إنه إسحاق نيوتن وهو بيكتشف الجاذبية. لما رجع سايو خدت بالها بسرعة إن في حاجة مضايقاه. يوشيدا حاول يهونها بس هي ما سيبتوش. حكى لها عن المقابلة واشتكى إن مفيش حاجة رومانسية حصلت. حضنته عشان ترفع من روحه المعنوية وقالت له إن الحمام جاهز. بعد ما استرخى في الحمام أكل الشوربة اللي سايو عملتها وأخيرا إداها الموبايل الجديد. وشها نور من الفرحة ولحظة كده الدنيا حست بالهدوء كأنها مكسب صغير بعد يوم غريب طويل. بعد ما حلمت بواحد من العيال اللي كان مفرغ المايونيز ما بين عيشها سو بدأت تتساءل ليه يوشا مش عايز يلمسها. في نفس الوقت في الشغل يوشا كان بيعلم على ميشيما لما زميلهم اندو دخل عليهم. اشتكى انه بما انه قرر ما يطلعش رحلة الشركة بقى لازم ياخد مكانه. يوشا اعتذر بس اندو عملها هزار وعداها وسأله بسرعة مين الجامدة اللي بيدور عليها. يوشا استغرب وقال له مفيش جامدة ولا حاجة بس ايدي اليمين. بدل ما يجادل اندو اعتبرها اشارة انه يزوغ ويضيع وقت الشركة ومشي. ميشيما وهي بتديه بالشلوط قالت له انها محبطة منه بس ما شرحتش ليه. في المساء ميشيما قالت ليوشا بفخر انها خلصت شغلها بدري. هو اتبسط منها ومدحها فميشيما طلبت منه مكافأة. قبل ما يوشيدا حتى يفك سوست ميشيما تنهدت وقالت له طب تيجي نتفرج على فيلم سوا. يوشا وافق ومشي ورا ميشيما وفي السكة قابل أوروري. سلم عليها بسرعة ومشي وساعتها بصت له باستغراب ومش فاهمة حاجة. في بيت يوشا سايو كانت متضايقة ومكبوسة في نفسها مستوعبة إن أول ما البابي بتاعها مش هيبقى عايزها هيرميها زي كل الرجالة اللي قابلتهم قبل كده. كمان كانت قلقانة إنه لو يوشا دخل في علاقة تبقى خلصانة بالنسبة لها عشان ولا واحدة هتقبل وجود كروموسوم إكس زيادة في الصورة. وخوفها اتحقق لما يوشا بعت لها إنه بيتفرج على فيلم مع زميلة. بعد كام ساعة يوشا خرج من السينما مع ميشيما وابتدى يتكلم عن إزاي فيلم الرومانسية أكد له فكرة قصص الحب المكتوبة والنصيب. ميشيما أول ما سمعت قالت له إنها بالفعل قابلت نصيبها. يوشا شجعها تروح وراه وفجأة لقاها ماسكاه من غير أي تمهيد. ده حصل في نفس اللحظة اللي ساو شافهم فيها سوا وجري. أول ما يوشيدا اتحضن من لوح مسطح اتراجع بسرعة باشمئزاز. ميشيما خبت خيبتها في ابتسامة مو أبولايت وقالت له شكرا على خروجة السينما بس قبل ما تمشي سألته بسرعة طب لو أنا طلعت نصيبك هتعمل إيه؟ هو قطع الكلام وقفل الموضوع واداها ظهره وماشي. لما رجع البيت وما لقاش سايو اتوتر وجري يدور عليها. في نفس الوقت سايو كانت قاعدة في جنينة قريبة بتحاول تهدي نفسها من الزعل اللي بيزيد شوية بشوية لحد ما دموعها نزلت. بعد شوية ميشيما صادفتها ولما حست بضيقتها قررت تقعد معاها لحد آخر قطر. وهم قاعدين سوا ميشيما فهمت إن سايو هربة من البيت وحكت لها إنها كمان زمان هربت وهي في عز شبابها ومن هنا سألتها عن علاقتها بأهلها. سايو اتكلمت عنهم كويس وقالت إنهم طيبين بس طيبتهم ما منعتهاش إنها تمشي. ولما لمحت إنها مخبيت مشاعر لحد ميشيما قضت نص ساعة تديها درس سريع وعفوي في الحب وتشجعها تعبر عن إحساسها مهما كانت النتيجة. لما الكلام خلص سايو قامت وهي متحمسة ترجع البيت وتقول اللي في قلبها. أول ما يوشا وصل خد سايو على جنب وطلب منها تفسير. قبل ما ترد ميشيما دخلت في النص وسألت هو حضرتك أبوها؟ يوشيدا نفى بسرعة فميشيما فضلت في دماغها تساؤلات من نوع هو أنا كنت معجبة بواحد أصله كان في جزيرة لاكان مع ستيفن هوكينج ولا إيه؟ بس قررت تسكت وما تطوليش وسلمت على سايو ومشيت بعد ما قالت ليوشا عايزة منك بكرة تفسير مقنع. وهم راجعين البيت يوشا دخل ياخد دوش وسايو قربت له وهي لابسة بس الدروع السوداء بتاعة الحبكة بتاعتها. يا نهار. وبما ان يوشيدا شاف من سايو الحركات دي قبل كده قال لها ببرود تلبس وبعدين يتكلموا لكنها رفضت واصرت انه يسمعها. ابتدت تقول له انه لازم يفهم انها ست مش بنت صغيره.
رد عليها إنه عارف ده كويس، ولما خدت ثقة قربت منه وسألته إذا كان فعلا ما بيحسش ناحيتها بأي حاجة. ولما فكرها بعصبية بالحدود اللي حطها بخصوص السلوك ده، سايو اتأثرت وسحبته ناحيتها وكشفت له قد إيه الرجالة التانيين ما كانوش بيهزتيت إنهم يستغلوها. متصدم من اللي حصل، ياوشا اتجمد مكانه وساو بقت مستميتة تدور على إجابة. قامت ماسكة حاجته وسألته بصراحة: أنت معجب بيا ولا لأ؟ ياوشا أخيرا كسر الروتين واعترف إن الحركة صحيت الثعبان الأسود اللي كان نايم في البنت. بعد ما خدت الإجابة اللي كانت عايزاها أحمرت وخدت خطوة لورا. بعدها حكت له إنها قبل كده حاولت تصرف على نفسها مع الرجالة اللي كانت عايشة معاهم، ولأنها كانت عارفة إنهم هيتورطوا عشان بيخبوا واحدة هاربة زيها قررت تدفع بطريقتها. في الأول كانت مكسوفة ومضايقة، بس مع الوقت بدأت تحب إحساس إن في ناس عايزاها ومحتاجينها. سايو قالت ليوشا إن رفضه المستمر إنه يديها حقها خلاها اتلخبطت ومش عارفة تردله الجميل، لأنه كل اللي طلبه منها في المقابل مطبخ نظيف. سايو قربت منه تاني، المرة دي بتتوسل له يسيبها تتني عشان تحس إنها مش مجرد حمل تقيل هيترمى. بدل ما يرفضها، ياوشا شدها في حضنه وهو ماسكها مدح شكلها وقال لها: مع إن عندك بازوكا تصنيف اس، بس أنا مش بحبك، وبالنسبة لي الحب شرط أساسي لأي قرب بالشكل ده. بعد ما استوعبت كلامه قال لها تلبس. سايو بسرعة لبست، وساعتها يوشا كمل كلامه وقال لها تبطل تفكر إنها عبء، وطمنها إن وجودها نور له حياة كانت باهتة، وإن مجرد الكلام معاها رجع له إحساس بالهدوء. لما سمعت كده سو دمعت، ويوشا ساب لها مساحة تعيط، وبعدها طلب منها تفضل تساعده يرجع لنفسه، مش بعروض اسمها لكن بالطيبة والدعم. ردت عليه بحضن ووعدته إنها هتفضل تعمل كده. بعدها بكام ليلة سايو طلبت منه إذا تشتغل شغلانة نص وقت، واتفاجئت إنه وافق وفكر إن لازم تتعلم تجيب قرش من غير ما تستخدم قنونه. ولتشجيعها أكتر يوشا قال لها ممكن تبقى تجربة كويسة، واقترح كمان تحاول تكون شوية صحاب. تاني يوم في سوبر ماركت صغير، سو اتدربت مع واحدة شغالة قديمة اسمها أسامي. لما عرفت إن سايو سبت المدرسة، أسامي نادتها مجنونة بتشم صمغ، وبعدها ورتها الأساسيات، وبعدين سايو عرفت إنهم في نفس السن. بعد ما المحل قفل بالليل، سامي اكتشفت إنهم ساكنين قريب من بعض وسألتها تزور شقتها. لما سايو قالت إن الوصي بتاعها ممكن ما يرضاش، أسامي سألتها: أنت عايشة مع صاحبك؟ سايو بسرعة وضحت إنه أقرب لشخص زي الأخ، وده زود فضول أسامي تعرف هو أخ من أي نوع. في نفس الليلة يوشا جاله مسج من سايو بتقول إنها في البيت مع أسامي. حاول يرد بس ميشيما كانت بتبص على الموبايل وبدأت تسأل، ولما هاشيموتو دخل سألها بقالها قد إيه عارفة. ميشيما فهمت إنه هو كمان كان عارف، وابتدت تتخانق مع يوشا عشان مخبيه عليها. في الوقت ده أيوري قاعدة ساكتة بتتفرج على اللي بيحصل، ولما رجع البيت سايو فتحت الباب، وأول ما شافته أسامي ولعت فيه وقالت له شكلك زي NPC كسلان. يوشيدا طنشها ودخل الشقة، وساعتها أسامي بدأت تسأله عن علاقته بسايو. سايو ويوشيدا بسرعة ألفوا حكاية كده بأنهم أصحاب قدام. أول ما سايو بدأت تحضر العشاء، يوشيدا فضل يهري ذكريات مشتركة عشان يخلي القصة مقنعة ومحدش يشك. سايو خلصت الأكل وأسامي اتبهرت فوراً بموهبتها في الطبخ، وسألتها بهزار: هو أنت طالعة من كيس جوردن رامزي ولا إيه؟ أسامي قررت تقعد أكتر من اللازم وفضلت تلتهم أكل سايو زي عفريت جعان. بعد شوية يوشا لاحظ إن أسامي استرخت زيادة وقال لها تمشي. وافقت بس أصرت إنه يوصلها عشان هي شايفة نفسها حلوة زيادة ومينفعش تمشي لوحدها. سايو عرضت تروح معاهم، لكن أسامي قالت لها تقعد. وهم مروحين أسامي قالت ليوشيدا يبطل يمثل إنه صاحب قديم لسايو. فكر شوية وقرر إن الكذب مش مستاهل. قال لها الحقيقة إنهم عايشين مع بعض، بس ما حكاش تفاصيل أكتر عشان خاطر سايو، وكمان قال إنه عايز سايو هي اللي تحكي القصة كاملة. أسامي قالت له إنه عدا الاختبار، وطلبت منه ما يمشيش وراها عشان مش عايزة حد يعرف مكانها. قبل ما يمشوا يوشا قال لأسامي تعدي عليه تاني عشان تبقى صاحبة لسايو، ولما فهمت إنه فعلا مهتم بسايو نصحته بلطف ياخد باله منها عشان بتعرف تخبي مشاعرها كويس. تاني يوم بالليل بعد الشغل، يوشيدا كان هيبعت رسالة لسايو. فجأة أيوري ظهرت وطلبت منه يخرج معاها تاني، وافق ومشي وراها، وميشيما كانت بتبص عليهم بغيرة. في المطعم أيوري قالت ليوشيدا إنها بتحب اللحمة، بس هو ما ادهاش وش وكان قلقان على سايو. لما لاحظت تصرفه حاولت تلفت نظره، فيوشا سألها عايزة إيه بالظبط. أيوري اللي فضولية على آخرها قالت له إنها لاحظت إنه على تليفونه كتير اليومين دول، وسألته إذا كان بيكلم حد. بالمقابل يوشا سألها إيه اللي خلاها مهتمة بحياته فجأة، وقال بصراحة إنه مش هيرد غير لو هي قالت نيتها إيه. أيوري حطت الكوباية وقالت إن في سبب بيخليها مترقباه كده، وعشان تزود الدراما مسكت في ظهرها وبالأخير اعترفت إنها بتحبه. في نفس الوقت سايو خلصت طبخ في البيت وبعتت ليوشيدا بحماس لحد ما شافت الرسالة اللي بتقول إنه خارج مع أيوري. أيوري كملت وقالت إنها عمرها ما كان ليها حبيب، فيوشا استغرب سألها ليه رفضته زمان، وأيوري قالت بتوتر إنها برج الجدي وكانت حاسة وقتها إن التوقيت مش ماشي مع بعض. بس يوشا ما صدقش الكلام ده وقال لها تبطل ألعاب. أيوري أصرت إن مشاعرها حقيقية وقالت إنها مستعدة تعمل أي حاجة تثبت ده. يوشيدا استغل اللحظة وقال بهزار طيب معايا؟ أيوري سكتت، اتوتر وقال لها إنه بيهزر. قامت اعترفت إنها عمرها ما عملت حاجة من النوع ده قبل كده. يوشا تلجلج وقال لها بهزار سخيف طب إزاي البلالين بقت كبيرة كده من غير ما حد ينفخها؟ أيوري اللي كانت متوترة برضه قالت إنها ما خدتش فرصة قبل كده تعيش علاقات، فقال لها تهدى، وبعدين قال لها إنه مش هيطلبها تاني.
ولو في حاجة هتحصل بينهم هي اللي لازم تاخد الخطوة المرة الجاية. التغيير المفاجئ في تصرف يوشيدا ما عجبش أيوري، فسألته بغضب إذا كان أصلا بيحبها. طمنها إنه لسه بيحبها جدا، بس هو ملك وعارف قيمته. أيوري بتقبل التحدي وبتوعد يوشا إنها في المستقبل هتجري وراه. وهما ماشيين قدام، أيوري بتسأله هو بيبعت مسجات لمين طول الوقت. في البيت سو بتحاول تاكل لوحدها وتستمتع بأكلتها، بس ذكرى وجعانة بتطلع فجأة وبتخليها تجري على الحمام، وهي لسه متأثرة يوصلها مسج من يوشا بيقول إنه جايب أوروري البيت، وده بيزعلها أكتر. سايوه فاهمة الوضع فتقول له إنها هتمشي عشان يلاقي خصوصية مع أوري، وبمجرد ما بدأت تفكر إنه هيتخلى عنها يوشا يبعت تاني ويشرح إن أوروري أصلا عايزة تقابلها. في الطريق لشقته يوشيدا يحكي لأوري نفس قصة أصحاب من زمان اللي هو وسايوه قالوها الأسامي. أول ما وصلوا أوروري تسلم على سايوه بسلام كده على الماشي وتديها شوية تسالي. بعد شوية أوروري تكشف الكذبة وتقول إنها عارفة إنهم مش أصحاب قدام، وكمان تعترف إنها متفاجئة إن يوشيدا عنده الجرأة يعيش مرتاح مع بنت. بعدين تبص لسو وتسألها إذا يوشيدا حاول يتحرك ناحيتها قبل كده، فتشرح سو إنها لسه مستغربة إنه عمره ما حاول حتى. للحظة البنات يهزروا ويقولوا يمكن لازم يدو يوشيدا شوية فيجرى، فيقوم هو يدافع عن سمعته. بعد شوية يلاحظوا إن سايوه تصرفها غريب. أيري تسألها تاني بس سايوه ترد وتقول مفيش حاجة. بعد محاولة كمان وبرضه نفس الرد، يوشا يحس إن التوتر بيزيد فيستأذن يروح الحمام. أول ما يمشي سايوه تبعد عن نظرة آري فتقول لها بهدوء إنهم يتكلموا على جنب وتسألها لو عندها حاجة عايزة تطلعها من جواها. لما يوشا يرجع سايوه تقول إنها محتاجة شوية طلبات من السوبر ماركت. قبل ما يطلع يوشا يسألها لو تمام تفضل لوحدها مع أوروري، تطمنه وتقول له عادي فيمشي. أول ما سايوه تقعد أوروري تبتدي تسألها وصلت إزاي تعيش في بيت يوشيدا. سايوه تفتح قلبها وتحكي كل حاجة. أوري تسألها بعد كده هي ليه هربت، بس سايوه تهرب من السؤال تغير الموضوع. أيوري تسألها ناوية تمشي إمتى. في الوقت ده يوشا وهو رايح المحل يقابل ميشيما اللي تقول إنها لسه طالعة من السينما. لما يقول لها كان ممكن تروحي سينما منطقتك، ترد ببساطة إنها حبت تتمشى جنب منطقته وتسأله رايح فين. يوشا يقول لها على طلبات سايوه فتبتدي تتصرف بفضول كأنها مش عارفة إن سايوه عايشة معاه، وبعدين تقرر تروح معاه. نرجع للشقة سايوه سايبة الدنيا ساكتة. أوروري ولسه مستنية الرد تقول لها إنه مهما عملتي الناس هتفضل شايفاكي بنت لسه صغيرة، وحاجة زي دي مش هتهربي منها بالجري. هي متخيلة كلامها يوجع شوية، لكن بالعكس سايوه تبدأ تشكرها إنها بسطت لها بصراحة، وتبتدي تحكي عن الرجالة اللي عاشت معاهم قبل كده وتعترف إن ساعات القرب منهم كان بيخليها تحس إنها مرغوبة. ولما تقول إن يوشا الوحيد اللي عمره ما حاول يعمل حاجة، أوري تضحك وتقول إنها مش متفاجئة وتضيف إنها مبسوطة إن يوشيدا بقى مكانها الآمن. أوروري بعد كده تقول لها ماشي إنك تقبلي الطيبة، بس خلي بالك ما تاخديهاش كأمر مسلم بيه عشان ده في الآخر ممكن يجرح يوشا. سايوه تعترف إن الرجوع لحياتها القديمة لسه مرعبها، بس فاهمة إن مش صح تفضل معاه على طول. هي بتوعد إنها في الآخر هتواجه ماضيها عشان يوشا ما يتحطش في موقف ما يعرفش يبرره. أيوري حضنتها وقالت لها تمشي على مهلك، وسابت سايو تعيط في الجاكيت بتاعها من غير ما تمسك نفسها. في نفس الوقت ده يوشا وميشيما كانوا بيخلصوا مشترياتهم، وقبل ما يمشوا على طول ميشيما فجأة بتسأله لو ينفع تبات عنده. يوشا قالها إن بس صاحبته هي اللي ليها الامتياز ده. جابت سيرة سايو وهو قرر إنه كل اللي عايزه إنه يساعدها. بعدين سألت عن أيوري. يوشيدا حاول يغير الموضوع بس هي فاجأته وقالت إنها شافته راجع مع أيور قبل كده. اتفاجئ وسألها عرفت إزاي؟ قالت له إنها كانت ماشية وراهم من محطة القطر لحد بيته، وبعد ما اعتذرت عشان تصرفها كان شبه مطاردة مرعبة. ميشيما قالت إنها مش بتحب إنه دايما يخبي حاجات عن أورورا منها، ومش فاهمة هو ليه أصلا يقولها أي حاجة. يوشا اتلخبط وملقاش رد مقنع. في الشقة سو خلصت عياط. أي سألتها لو عندها أسئلة، وسايو وهي أهدى سألتها لو هي فعلا بتحب يوشا. أوروري هزرتها شوية وبعدين لاحظت إنها جد. سايو اعترفت إنها حاسة إن يوشيدا بيحبها وعايزة تعرف هي طبيعتها إيه ناحيته. أيران اعترفت إنها بتحبه وقالت إن مشاعرها بدأت من أول ما انضم للشركة، وهما الاتنين قعدوا بهدوء يخططوا إزاي يساعدوا علاقتها بيوشا تمشي لقدام. يوشا كان ماشي مع ميشيما، ولما فجأة جاب سيرة تصرفها قبل كده. ميشيما وضحت إنها سألت الأسئلة الغريبة دي عشان كانت فاكرة إنه بوع سايو عشان يقضي وقت مع أوري. يوشيدا قال إنه عمره ما يعمل كده، فقامت ميشيما سألته لو فعلا بيحب أوري. اعترف إنه واقع فيها على الآخر. ساعتها موشي سألته لو أنت جد في أيوري ليه سايو لسه موجودة في الصورة؟ يوشيدا رد بسؤال عايزاني أطرد سو. ميشيما وضحت إنها بس عايزة تعرف أولوياته فين. اتنرفزت تاني وقالت لو هو فعلا بيحب أوروري كان هيحسم الموضوع فورا ويركن سو على جنب. وبعدين سألته لو بدأ يميل لسايو. يوشا قال لا، بس ميشيما قامت وقالت له إنه طيب بزيادة على مصلحته، واعتذرت إنها تعدت حدودها ومشيت. ولما رجع البيت يوشا لقى أيور بتحط ميك اب لسايو كأنهم عاملين فقرة مهرج. سألوا رأيه بس يوشا اتجمد وما بقاش عارف يتكلم، فقالوا له يظبط الرز بتاعه. بعد شوية شيع أوري لحد بيتها، وهم ماشيين قالت له بهزار يبعد عن سايو وإلا هي بنفسها هتبلغ الشرطة. بعدين سألته لو فعلا يقدر يعيش مع واحدة زي سايو من غير ما يتعدى الخطوط. يوشيدا طمنها، بس أيوري قالت له ياخد باله من مشاعر سايو برضه، واعترفت إنه خلال الوقت اللي قضوه سوا لاحظت حاجة مش مظبوطة شبه كراش مخفي. يوشا أخد الكلام بجد أكتر من اللازم، فقالت له يروق، وبابتسامة خفيفة قالت إنها واثقة إنه كل اللي عايزه مصلحة سايو. بعد كام يوم في الشغل سو بتحاول تعرف مين الاسم الجديد اللي ظهر في قائمة الموظفين. يدخل ياجوتشي ويتضح إنه واحد من العيال الكتير اللي نامت معاهم.
أول ما شافها عرفها وبدأ يفكرها إنهم اتباسوا بوسة فرنساوي لحد ما الواد الصغير بتاعه كان بيقول بونجور. مع كده سايو بتنكر كل حاجة وهي بتحاول ما تفقدش أعصابها. ياجوتشي مصمم إنه يعرفها وبيناديها ميوكي، فهي بترد بتوتر وبتقول له إنه غلطان وإن اسمها سايو. وأول ما التوتر بينهم يعلى أسامي تدخل وتقول لياجوتشي يرجع للكاشير. هو يحاول يفضح حكايات عن سايو بس أسامي تقطع الموضوع بسرعة. ولما لاحظت الجو المحرج بعتت ياجي يمشي وقفلت الباب عشان تتكلم مع سايو لوحدهم. بدل ما تزن عليها بأسئلة طبطبت على راسها وقالت لها إنها دايما موجودة لو حبت تتكلم مع دكتورة نفسية ببلاش. بالليل وهي راجعة سايو تقابل ياجوتشي تاني، يعترف إنه كان مستنيها ويسألها بهدوء إذا كانت ساكنة في مكان جديد، وهو عارف الإجابة يرمي كلمة إنها جريئة عشان بتبات مع ناس ما تعرفهمش. سايو تحاول تتجاهله وتمشي بس يمسكها من دراعها ويطلب يشوف هي ساكنة فين. ترفض وتقول له إن صاحبتها في الشقة مش هترضى، بس ياجوتشي يفضل يزن. في الآخر تقول له لأ بجد وتبدأ تمشي. يقوم يهددها إنه هيحكي لأسامي والمدير كل حاجة عن ماضيها لو ما خلتهاش يدخل. سايو تتوتر وتتخض وتسأله إن كان فعلا كل اللي عايزه إنه يشوف المكان. ياجوتشي يوعد إنه هيبقى محترم، فتبعت رسالة سريعة ليوشيدا عشان ما يتخضاش. أول ما يدخلوا ياجوتشي يبص حوالين وبعدين يسأل يوشيدا حاول يعمل معاها أي حاجة. سايو تشرح له ترتيبهم في السكن بس هو مش مقتنع، وبعدها عشان يجس النبض يحاول يعيد اللي كان بينهم زمان ويطلع بيها. سايو تزقه لكنه ما يوقفش فتقوم بامتناعه بصفعة وده يسودها أكتر، يبقى عنيف وهي تبدأ تتوتر وتفكر في المصايب اللي ممكن تحصل ليوشيدا لو ياجوتشي فضح الحقيقة. فتتشل وتقول له يخلص في 3 ثواني والموضوع بالنسبة له مش صعب. لحسن الحظ قبل ما أي حاجة تحصل يوشا يدخل ويوقف كل حاجة، وبعد ما يتأكد إن سايو بخير يوشيدا يطرد ياجوتشي بره ويسأله كان ناوي يعمل إيه. ياجوتشي يوضح إنه كان عايز يحس قبضة سايو تاني ويستهزأ بيوشا إنه بيضيع اللي سايو ظاهريا مقدماه ببلاش. رغم إن الدم مولع فيه يوشا يمسك نفسه. ياجوتشي يسأله لو هو ناوي فعلا يخلي سايو قاعدة عنده. يوشيدا يرد إنها هتفضل قد ما هي محتاجة. أول ما يسمع كده ياجوتشي يضحك ويقول له إنه هيدخل السجن لو سايو قعدت معاه كتير، لأنهم عارفين إن سايو أكتر جنانا من بعد شطتين تكيلا. يوشا يرد إنه بس بيحاول يبقى راجل عاقل بيعرف يسيطر على نفسه. وبعد ما زهق من الكلام ياجوتشي يقول ليوشا إنه أقوى منه لأنه كان هيملى سايو لدرجة تغير نسبها. بعد ما الكلام يصدمه يوشا يعيط من القهر على اللي سايو عدت بيه، وبعد ما يهدى يطمن عليها. أول ما تشوفه سايو تنهار تاني وتقول إنها مش فاهمة ليه خافت مع إنها كانت مع ياجوتشي قبل كده كذا مرة. يوشا يحضنها ويشرح لها إن الخوف رد فعل طبيعي، ولما تفضل مش قادرة تمسك نفسها وعيطها ما يوقفش يقول لها بهدوء بلاش تعاملي نفسك كأنك شراب قديم مرمي ولا تسيبي الماضي يحبسك جواه على طول. بعد حضن طويل تاني يوشا وعدها إنه هيحميها حتى لو الدنيا كلها مش عاجباها العلاقة دي. تاني يوم في الشغل سايو سرحانة وهي بترص سناكس. إسامي خدت بالها وسألتها لو حصل حاجة مع ياجوتشي بس سيو خبت اللي حصل ورا ابتسامتها. المرة دي أسامي ما سكتتش، راحت لياجوتشي على طول وسألته مباشرة. بدل ما يلف ويدور اعترف ببساطة إنه حاول يقرب من سو واترفض. أسامي اتعصبت وطلبت تعرف إذا كان حاول يعمل حاجة تانية. ياجوتشي كمل اعتراف وقال إنه زودها شوية وكان هياخد علقة محترمة علشان كده. أول ما سمعت كده أسامي خلته يعتذر لسايو بس زبون دخل فقامت تخلص له. لما بقوا لوحدهم ياجوتشي قال لسايو إنه ندمان على اللي عمله. سايو سألته ليه ما قالش لأسامي الحقيقة كاملة ففكرها بالاتفاق مفيش وشاية مقابل إنها توريه بيت السكر دادي الجديد بتاعها. سايو ضحكت على ولائه الأعوج وقالت له إنها مش زعلانة منه خلاص بس لسه بتدعي إن مراته في المستقبل تخونه مع نحلة، وحذرته كمان إنه لو فكر يلعب معاها تاني المرة الجاية مش هيعديها بسهولة. ياجوتشي قام وتمتم إن يوشا أكيد عبيط إنه خلاها تبقى بنت مؤدبة من غير ما يدوق حاجة. أول ما سمعت ده سايو حست إنها خفت عن قلبها لأول مرة من زمان. بعدها وهما راجعين مع بعض هي وأسامي سايو وصلها مسج من يوشيدا بيقول إنه هينام في المكتب النهاردة. أسامي خطفت الموبايل وسألت يوشا لو ينفع يعملوا سليب أوفر. كالعادة رايق وافق وشكر أسامي إنها واقفة جنب سايو. أسامي قالت له بلاش كلام بما إن أهلها مش في البيت يبقى نقتحم دولاب الخمور بتاعهم. بعد شوية سايو لقت نفسها واقفة قدام فيلا أسامي ومش مصدقة. بعد ما خدت اللي هي محتاجاه قرروا يروحوا الجنينة، وأسامي قالت إن أهلها ميسورين قوي بس نادرا ما عندهم وقت لها علشان شغلهم. بالمقابل سو فتحت قلبها وحكت الحقيقة عن الاختيارات اللي خلتها تعيش مع يوشا. قضوا الليل بيتفرجوا على النجوم وبيفتكروا الماضي. أسامي حكت عن حلمها إنها تبقى كاتبة، وبعدين مسكت إيدين سو وقالت لها ما تجلديش نفسك على غلطاتك، التجارب دي هي اللي كبرتك. الكلام ده كسر سايو وخلاها تعيط تاني. أسامي وهي بتحاول تمسك نفسها قالت لها عادي الواحد يقع ساعات، ووعدتها إنها دايما هتبقى جنبها تلملمها. تاني يوم يوشا رجع بدري وقال إنه كان سهران في المكتب طول الليل علشان يلحق الشغل. قال لها إنه جاب العشاء وبدأ يعتذر علشان ما كانش معاها بعد اللي حصل مع ياجوتشي. سايو طمنته وقالت له مفيش مشكلة. شكرته إنه ساعدها تتعلم تقدر نفسها وقالت له إنها أخيراً بدأت تفكر في مستقبلها. أول ما سمع كده يوشيدا ربت على راسها بلطف وواعد يفضل يدعمها قد ما تحتاج. تاني يوم في المحل أسامي طلبت من سو تشوف إذا يوشيدا رد على طلبها تزوره تاني. لما لقت إنه موافق سو راحت تعيد رص الرفوف. ساعتها عربية وقفت قدام المحل وأسامي علقت إنها بقالها كام يوم مركونة قريب ومحدش بينزل منها. سايو شدت واتبطر بس سكتت دلوقتي. في نفس اليوم بالليل عند يوشيدا
أسامي اتعصبت من مسألة بتحاول تحلها وسلمتها لسايو اللي قالت لها فورا إنها تقدر تحلها وهي نايمة. ردت أسامي بقى بقائمة أعذار درامية عشان تبرر إن مخها خلاص طافح. سايو حاولت تمشيها خطوة بخطوة بس أسامي قررت إنه وقت البريك وابتدت تعيط وتقول إنها لسه لازم تجيب الدرجة النهائية في الكورس كله عشان حلمها تبقى كاتبة. الكلام ده فكر سايو في كلامها مع يوشا عن المستقبل فسكتت وشردت شوية. ولما أسامي سألتها إذا كانت كويسة سايو ادت عذر إنها بتفكر في أفكار للعشاء. أسامي دخلت تساعدها وبعد شوية اتفقوا يعملوا عشاء فاخر. في نفس الوقت في الشغل يوشا وصله مسج من سايو بتقوله على خطتها للعشاء وهو بيقرا ابتسامه رسمت على وشه. ميشيما كانت باصه من بعيد ومولعه من الغيره وزادت غيرتها لما اوري عدت عليه ورمت نفسها عليه وهي بتطلب منه يساعدها. اول ما اوري مشيت ميشيما ما ضيعتش وقت وعزمت عدوتها على الغدا وقعدوا سوا بسرعه واوري كانها بتتكلم عادي قالت لميشيما انها مسطحه زي العمود. ميشيما طنشت الكلام وبجديه سالتها رايها في يوشا. اوري فقط من صراحتها ولعبتها كول وقالت إنها واخدة بالها إنه اليومين دول شكله متغير ومظبوط وكمان في كلام إنه عنده حبيبة. ميشيما سألتها لو تعرف حاجة عن سايو وأوري ردت إنها بالفعل اتكلمت معاها لما زارت بيت يوشيدا. بدافع الفضول ميشيما سألتها لو قلقانة إن سايو ممكن تخطف يوشيدا منها بس أوري ردت بهدوء وقالت أنا ما أقدرش أتحكم في مشاعر الناس. ميشيما أصرت إنه الأحسن تحاربي على اللي أنت عايزاه بس أوري هزت كتافها وقالت الحب ما بيشتغلش كده. ساعتها ميشيما انفجرت وقالت بأعلى صوتها إنه لو بنت لعيبة زي سايو خطفت يوشا هتخلي شيبويا تشوف حدث حقيقي. أوري اتصدمت وقالت لها تهدي وما تستعجلش والأفضل نستنى ونشوف قلب يوشيدا هيرسو على إيه خصوصا لما ميشيما اتهمتها إنها بتتظاهر إنها مش فارق معاها. أوري شرحت لها إن الحب ما ينفعش بالغصب وإنك بتتأذي لما تزني بمشاعرك على حد. بالليل يوشيدا كان لسه بيقرا رسالة من سايو وفجأة ميشيما ظهرت وطلبت يتفرجوا على فيلم مع بعض تاني ولما حست بتردده اتضغطت وسألته هو مشغول بإيه. فورا يوشا وراها رسالة سايو بس ده خلاها تتجرأ أكتر واقترحت يبدلوا أرقامهم وقالت إن ده العدل بما إن سايو وأوري معاهم رقمه. يوشا اداها الموبايل لكنه حذرها إنه مش هيرد على ولا ريل تبعتها. أول ما سمعت كده ميشيما انفعلت واتهمته إنه دايما بيعمل الصح من وجهة نظره من غير ما يفكر بجد في مشاعر الناس. ولما سألها تقصدي نفسك هي بطل التمثيل وسألته ليه مش شايف إنها بتحبه بجنون وبهدوء سلمت له الموبايل وقالت عادي لو مش هيرد. بس لما شافها قربت تنهار يوشا طمنها وقال لها إنه هيرد عليها. ميشيما خدت ده علامة وسألت بسرعة لو يقدروا يتفرجوا على فيلم بعدين بطريقة باينة عليها إنها تايهة ومش محافظة على كرامتها. يوشا وافق وقبل ما تمشي غمزت له وقالت له إنه دايما الولد الشاطر اللي يسمع الكلام. بعد كده في البيت سو كان متحمس وبيقعد يرغي مع يوشا على العشاء وبيقول له على توتر أسامي من المذاكرة والمهمة اللي عملوها عشان يحضروا العشاء بس واضح إنه سرحان ومش مركز لسه بيفكر في كلام ميشيما. ولما خدت بالها وسألته غير الموضوع بسرعة وقالها تفضل تطبخ مع أسامي عشان كده هو بياكل أكل مستوى فردوسي. في الويك إند سايو رمت نفسها في الشغل في البيت ويوشا عرض يساعدها. سايو رفضت فيوشا راح ياخد شاور. هناك سايو لقت صندوق قديم بالصدفة وطلعت ألبوم تخرجه. قعدت تتقلب فيه ولاحظت إن يوشيدا كان شبه وان بانش مان أيام الأكاديمية. سو بعدين لمح صورة بنت أول ما دخل وشافها بتبص اعترف إن البنت دي كانت صاحبته القديمة. سايو بدأت تزن عليه وتغيظه فطلب منها بسرعة تقفل الألبوم وتحطه مكانه واعترف إن أول حبيبة ليه كانت زميلته واللي في الآخر زهقت من تملكه وتعلقه الزايد. وهو بيهز كتافه كده وبيبعد الذكريات يوشيدا قال إن لما اتنين يحبوا بعض واجبهم يهتموا ببعض. لما قالت كده سايو بهدوء سألته لو هيرعاها بس لما يوشا طلب منها تعيد اللي قالته غيرت الموضوع وقالت له يبطل سجاير عشان ما يقتلش السباحين بتوعه في المستقبل. تاني يوم في الشغل أسامي خلصت تبديل الشفت مع ياجوتشي لما قالها إن العربية المشبوهة رجعت بس المرة دي حد نزل منها. السواق فتح الباب وإسا نزل. سايو على طول نطت ورا الكاونتر. ياجوتشي خد باله من هلعها وساعدها تدخل جوه ورا وفهم إن إسا حد هي مش عايزة تواجهه. عند الكاونتر إسا بدأ يسأل ياجوتشي عن مكان سايو بس ياجوتشي قالوا إن مفيش حد هنا اسمه سايو. وفي الأوضة ورا سايو أكدت لأسامي إن إسا ده أخوها الكبير. بعدها بلحظات ياجوتشي رجع وقال إن إسا ماشي خلاص. سو شكره إنه ساعدهم وقال إنه عمره ما كان بيحب النوعيات المتغطرسة بتاعة الأغنياء زي أخوها. وكمان قال إن إسا كان باين عليه جد جدا في إنه يلاقيها وده ممكن يعني إن حكاية هروبها قربت تخلص. وهي رجعت البيت سايو سرحت بتفكر إيه اللي هيحصل دلوقتي بعد ما إسا عرف مكانها. موبايلها رن برسالة من يوشا بيقول إنه هيشتغل لحد متأخر تاني. عشان تشغل نفسها قررت تروح المول تتسوق وهي خارجة من المول حست بحد بيطبطب على كتفها. اتخزت لفت ونطت من الخضة لما شافت وش ميشيما اللي مش طايقة. بعد ما لمت نفسها سايو قالت لها إنها خارجة تجيب طلبات ليوشيدا وميشيما بتشرح إنها جاية لليلة أفلام روحانية. قبل ما يكملوا كلام سو لمحت إسا قريب بسرعة استخبت ورا ميشيما وهمست لها تطلب مساعدتها. ميشيما لما شافت سايو متوترة بجد ما سألتش كتير وساعدتها تهرب بهدوء. جريوا من المول وروحوا على مكان كاراوكي قريب يستخبوا فيه. أول ما دخلوا سايو فضلت تشكر فيها تاني وتالت. ميشيما قالت لها تهدى وتقترح تبعت رسالة ليوشا تشرح له بس سايو ترددت مش عارفة تقول له إزاي من غير ما تقلقه. ميشيما استغلت الفرصة وبعتت ليوشا بنفسها. في المكتب يوشا كان بيخلص مشروع وهاشيموتو بيهزر عليه بخصوص سايو
وفجأة وشه اتغير لما وصلته رسالة ميشيما. ميشيما خلصت أغنية كاراوكي وقدمت المايك لسايو اللي رفضت وقالت إنها ما بتحبش تفتح بقها غير حاجة جوسي قعدوا جنبها. ميشيما سألتها أنت مستخبية عشان قتلتي حد ولا إيه؟ سايو ردت إنها فعلا وراها شوية عداد بس مش بالنوع ده. ميشيما ما ضغطتش عليها أكتر وغيرت الموضوع وسألتها ليه خرجتي تشتري طلبات وانت عارفة إن في حد بيدور عليكي؟ سايو قالت إنها لسه عايزة تعمل اللي عليها علشان يوشا، بس ميشيما لقت ده تهريج وفكرتها إن يوشا مش هيزعل لو فوتت مشوار. بعد كده اتكلمت بجدية وسألت سايويدا شايفة اللي جاي إزاي؟ سايو اعترفت إنها بفكر ترجع البيت بس لسه ما خدتش قرار. ميشيما قالت لها إن اختياراتها من دلوقتي مش هتأثر عليها لوحدها، ده كمان على يوشا، وواضح إنهم بقوا قراب من بعض، ولو ما بدأتش تفكر هي عايزة إيه بجد ممكن تجرح نفسها وهو كمان. في الآخر ميشيما سألت سو الهروب نفعك توصلي للهدف اللي خرجتي عشانه من البيت؟ سايو سكتت. ميشيما اعتذرت وقالت إنها اتكلمت بصراحة زيادة بس لازم حد يسأل الأسئلة الصعبة. في اللحظة دي يوشا وصل ودخل أوضة الكاراوكي وهو نفسه مقطوع شوية. سأل ليه اخترتوا أبعد حتة عن المدينة؟ ميشيما ردت بهدوء إنهم كانوا متمشين كده لحد ما لقوا المكان. سأل سو إذا كانت جاهزة نرجع ولما قالت ساعدها تشيل طلبات السوبر ماركت، ولما طلبت منه يديها الشنطة رفض على بهزار. وهما طالعين ميشيما كانت بتبص عليهم وقلبها بيوجعها. يوشا سألها لو حابة تيجي معاهم بس هي رفضت. سايو شكرتها تاني ويوشا حاول يدفع حساب الكاراوكي بس ميشيما وقفته وقالت له إنه بيفتكس نفس الحركة الأنانية الغريبة تاني. بعدها سألها لو تحبوا تتفرجوا على فيلم سوا يوم كده. هي هزت كتافها وقالت له يمكن. بعد ما مشيوا ميشيما بهدوء وقعت على ركابها وعيطت مكسورة الخاطر إن يوشا عمره ما بص لها زي ما بيبص لساو. وهما راجعين سايو سألت يوشا في حاجة نفسك تعملها معايا؟ عدوا قدام بوستر لمهرجان صيفي فاقترح يروحوا سوا. ابتسمت ووافقت. تاني يوم بالليل سايو لبست يوكاتا وقابلت يوشيدا عشان يروحوا المهرجان. هو حاول ما يحدقش بس هي أخدت بالها وسألته إذا عجباه هدومها. قال لها شكلك لطيف، ولما سايو سألته أحلى من أوروري ما سمعهاش فسابت الموضوع. في المهرجان سايو شافت عيال صغيرة مبسوطة وهي بتاكل غزل البنات وقالت ليشيدا إنها عمرها ما كلته قبل كده. اشترى لها واحد ولما عرضت عليه يدوق حاول يرفض بس في الآخر رضخ. طفل قليل الذوق خبط في سايو وكانت هتقع بس يوشا مسك إيدها في آخر لحظة. قالت له يمسك إيدي بقى عشان ما أتوهش. لقوا مكان يتفرجوا منه على الألعاب النارية وهما قاعدين سوا. يوشا كان بيبتسم في سكون وبيفكر حياته اتغيرت ازاي من ساعة ما سايو دخلت فيها. تخيل حياته من غيرها وما عجبوش المنظر خالص. سرح شوية وفجأة اتوتر لما لاحظ ان سايو مش جنبه. قام بسرعة يبص حواليه بس لقاها وراه بتقول له انها كانت بس رايحة ترمي حاجة في الزبالة. مسكت ايده تاني وعايرته انها خوفته. لما الزحمة خفت فضلوا واقفين عند شط النهر. سو فجأة قالت انها كانت بتدي اسامي مزيفة لكل واحد قعدت عنده ما عدا هو. قالت ليشيدا انه الوحيد اللي خلاها تحس بامان بجد. وبعدين سألته تفتكر أرجع البيت؟ يوشيدا وقف لحظة ربت على راسها وقال يمكن جه وقت إنها تواجه اللي سابته وراها. سايو هزت راسها وقالت إنها جاهزة دلوقتي. قبل ما يمشوا سألت لو كان كل حاجة هتبقى مختلفة لو كانت أكبر شوية. قبل ما يتكلم قالت له بسرعة ما يردش وإن الموضوع مش فارق قوي. تاني يوم الصبح الجرس رن وصحاهم هما الاتنين. يوشيدا كان بتقل وصحيان على قده وراح يفتحوا متوقع شحنة بس اللي واقف كان عيسى. قدم نفسه وقال إنه جاي ياخد سايو ويرجعها البيت. سايو كانت واقفة ورا يوشا عند الباب وعيونها مفتوحة على الآخر وأخوها عيسى بيعلن إنه جاي ياخدها. يوشا اتلبخ بس سايو بسرعة قالت لعيسى إنها لسه مش جاهزة تمشي. عيسى اتضايق واتهمها إنها طفولية وبتوثق في الغرباء بسهولة. ولما لمح إن ممكن يوشا تكون نيته مش كويسة سايو انفجرت ودافعت عنه وقالت إنه أطيب راجل قابلته في حياتها. علشان يهدي الدنيا يوشا عزم عيسى يدخل وجه يكلم الشغل ياخد أجازة اليوم. أول ما قفل عيسى سأله صريحة لو حصل بينهم أي حاجة. سايو ويوشا قالوا لأ فشكر يوشا إنه اهتم بأخته وبص لسايو وقال لها إن أمهم مقلوبة عليها. سو ما اقتنعتش وواجهته وطلبت منه السبب الحقيقي اللي خلى الأم فجأة عايزاها ترجع. عيسى شرح إن مدرسين سيو بقوا بيسألوا وأمهم كدبت وقالت إن سايو كانت مقفولة عليها في أوضتها. دلوقتي الأكاديمية فاكرة إنها كانت محبوسة والأم عايزاها ترجع علشان تلم الموضوع. يوشا اتضايق من برودة الموقف وطلب من عيسى يدي سايو كام يوم تفكر. وافق بس بشرط انه يكلمها لوحدها. سايو حضنت يوشا بقوه قبل ما تروح مع عيسى يتكلموا في عربيته. اعترفت انها كانت عارفه اليوم ده هيجي بس قالت انها خايفه. يوشا طمنها وقال لها ما تقلقيش وكل حاجه هتبقى تمام. في العربيه عيسى قال انه مبسوط انها بخير واعترف ان يوشا باين عليه راجل كويس. وبعدين كشف ان امهم بقت اكتر عدم استقرار من ساعه ما سايو مشيت. سايو شرحت ان الحياه وهي هاربه كانت صعبه بس خبت الاجزاء المظلمه. قالت انها عايزه ترجع بس لما ترتب خطواتها الجايه. عيسى وهو شايف إنها اتغيرت وافق يديها أسبوع وكدب على أمهم وقال لهم إنه ما لقاهاش. بعدها أسامي زارت شقة يوشا بعد ما سايو بعتت لها رسالة. أول ما دخلت سو قالت إنها عايزة تحكي كل اللي كانت مخبياه. يوشيدا وأسامي قعدوا يسمعوا وهي تفتح قلبها عن ماضيها. بدأت وقالت إنها وأمها عمرهم ما كانوا متفاهمين وبسبب كده سبت دراستها. أيامها في الأكاديمية كانت ساكتة وحيدة لحد ما بنت اسمها يوكي اتصاحبت عليها. يوكي كانت شبهها هادية محروجة والناس بتتجاهلها. لفترة قصيرة الحياة بقت أهون شوية بس بعد ما ساي رفضت لاعب باسكت مشهور يوكي بقت هدف لتنمر وحشي وهي ما كانتش فاهمة ليه المتنمرين ما جوش لساي نفسها.
يوكي شرحت إن ده علشان ساي كانت حلوة ومعجب بيها، حتى لو محدش اعترف كانوا خايفين يقربوا منها فصبوا غضبهم على يوكي. في يوم لقت يوكي في حمام المدرسة ومبلولة بمية تواليت. يوكي قالت لها معلكيش أنا تمام، بس سايو كانت اتملت. وعدتها إنهم هيواجهوا الموضوع سوا وفكرت إن ده هيصلح الأمور، بس مفيش حاجة اتغيرت. بعدها بفترة قصيرة سايو طلعت السطح في يوم ولقت يوكو واقفة على الحافة. سايو اتخضت واترعبت وفضلت ترجيها ترجع، بس يوكو قالت إنها مبقتش قادرة تستحمل. شكرت سايو عشان كانت صحبتها الوحيدة وقالت إن مفيش حاجة كانت ذنبها. قبل ما سايو تلحقها يوكو رمت نفسها. الصدمة ساعتها كسرت سايو من جوه، وقعت على ركبها مخدودة ومرتعشة. الصحفيين هجموا على البيت بعد المصيبة يدوروا على قصة. أمها زعقت لهم يمشوا، بس جواها كانت بتلوم سايو، اتهمتها إنها السبب في موت يوكو وإنها دايما عاملة مشاكل. سايو انفجرت وقالت لها إنها مش فاهمة هي بتمر بإيه، ومع الانهيار أعلنت إنها مش هتقدر تعيش في البيت ده تاني. وهي خارجة قابلت إيسا وهو راجع، حكت له كل اللي حصل وهو حضنها. محاولش يمنعها تمشي، بس وداها أوتيل واداها شوية فلوس وقالها تخلي بالها وتتصل بيه لو احتاجت حاجة. وعدته، بس عمرها ما اتصلت. أسابيع عدت، فلوسها خلصت ووزن الوحدة كتم على نفسها. رمت موبايلها فاكرة إن قطع العلاقات مع الكل هيبقى أسهل. ولما بدأت تعيش في الشارع قابلت رجالة باين عليهم طيبين بس عايزين حاجة واحدة. فضلت تلف من مكان لمكان بتبدل أمانها بالبقاء لحد ما قابلت يوشا. كان أول واحد ما طلبش منها حاجة بالمقابل، وداها مكان تقعد فيه وبس. بعد ما خلصت حكايتها انهارت من العياط. أسامي حضنتها وقالت لها إنها شجاعة عشان عدت بكل ده ولسه واقفة. سايو عيطت أكتر وطلعت كل اللي جواها. أسامي فضلت ماسكاها لحد ما هديت وفي الآخر نامت. في نفس المساء أسامي خرجت لبلكونة مع يوشيدا، كان مسنود على السور وسارح. أسامي بصت له وسألته بجد ناوي تسيب سايو تمشي؟ يوشيدا تنهد وقال إنه ملوش حق يتدخل، في الآخر دي قرارات عيلتها. بس أسامي هزت راسها قالت له ساعات الناس اللي بنحتاجهم مش لازم يكونوا من دمنا. مش بس محتاجة ترجع البيت، هي محتاجة حد يفضل جنبها ويهتم بيها بجد. ومن غير ما تلف وتدور طلبت منه يتحرك قبل ما يفوت الأوان. تاني يوم بعد ما سايو اتكلمت عن ماضيها، يوشا قال لهاشيموتو وميشيما إنها هترجع بيتها قريب. هما الاتنين وافقوا إن ده يمكن يكون الأحسن، بس لما خدوا بالهم من وش يوشيدا المشغول نيشيما سأله لو في حاجة تانية. هو ما دقش في التفاصيل، بس لمح إن حياة سيو في البيت سامة. هاشيموتو اقترح إن أخو سيو باين عليه واقف معاها ويمكن الأحسن نسيب عيلتها تتصرف. بالليل لما يوشا رجع البيت لقى إيسا مستنيه بره. بعد ما دخل حاجاته قابله في الجنينة وقعدوا يتكلموا بجد. إيسا اعتذر عن تصرفاته قبل كده وقدم ليوشا مشروب وقعد يشرح له خلفية عيلتهم، إن أبوهم رئيس شركة غني كان عايز أمهم تخلص من سايو، بس لما رفضت واتولدت سايو سابهم ومشي. وأمهم واحدة واحدة بدأت تكره سايو وتشوفها سبب خراب حياتها. إيسا اعترف إن سايو عمرها ما عرفت يعني إيه حد من أهلها يقف مكان الأب أو الأم، وشكر يوشا إنه وفر لها رعاية وثبات عمرها ما دقته. قبل ما يمشي إيسا طلب من يوشا يفضل واقف جنب سايو شوية كمان لحد ما تبقى قوية كفاية وترجع بنفسها. بعدها بالليل يوشا حكى الكلام اللي دار بينه وبين سايو. هي شكرته إنه سمعها وقالت له إن إيسا كان الوحيد اللي خلاها تحس إنها مش لوحدها وهي بتكبر. مع كده اعترفت إنها خايفة ترجع، بس هي عايزة تواجه صدماتها عشان في يوم تعرف تواجه أمها. الليلة اللي بعدها ادت يوشا كتيب وصفات معمول بإيدها فيه كل الأكلات اللي طبختها وهي قاعدة عنده عشان ما يرجعش ياكل أكل جاهز تاني. كام يوم بعد كده في الشغل هاشيموتو عزم يوشا على الغدا، بس هو رفض. هاشيموتو خد باله قد إيه صاحبه بقى مرهق وقال له ياخد بريك، بس يوشا طنش. آيوري كمان لاحظت قد إيه هو مهدود ومستهلك نفسيا. بالليل سايو خدته على مكان بتتشاف فيه النجوم. أسامي كانت وريته لها قبل كده وهما قاعدين حكت له عن ليلة كانوا بيتكلموا فيها هي وأسامي في نفس المكان. سايو اعترفت إنها لسه ندمانة على الحاجات اللي اضطرت تتنازل عنها عشان تعيش، بس في الآخر قالت إنها مبسوطة إن اختياراتها في الآخر وصلتها له. وهي بتحاول تمسك دموعها اعترفت إنها حاولت تهرب تاني في أول الأسبوع، بس ما قدرتش تمشي من غير ما تودع. مسكت إيده وحطتها على قلبها وطلبت منه يدعي لها وهي بتستعد ترجع على بيتها. الاتنين قعدوا يعيطوا في هدوء تحت النجوم. تاني يوم هاشيموتو وميشيما حسوا إن رحيل سايو مأثر على يوشا جامد. ميشيما اقترح إنه يروح مع سايو لبلدها، لكن يوشا رفض وقال إن ده هيبقى غريب وممكن يعطل نموها الشخصي. ميشيما بقى واجهه وقالوا إنه جبان وذكره هو عمل قد إيه عشان سايو. وبرغم الخناقة يوشا أصر إن سايو لازم تحل مشاكلها بنفسها. ميشيما ما كملش ضغط عليه، بس هاشيموتو كان قلقان إن يوشا دلوقتي بيحاول يهرب من مشاعره هو كمان. بعد الظهر أسامي كلمت يوشا وقالت له إن سايو مختفية. هو فورا حاول يكلمها بس موبايلها مقفول. هاشيموتو قام وقال للمدير إن يوشا تعبان وهنزله. ميشيما اتطوع يخلص شغل يوشيدا لحد ما يدوروا على سايو. وهم ماشيين هاشيموتو سايق بجنون وابتدى يفش غله. قال لي يوشيدا إن هوسه بسايو مخليه باين زي روميو مشوه، ولازم يا إما يمشي ويكمل حياته يا إما يعمل حاجة بجد بخصوص مشاعره. يوشيدا ما قالش حاجة لحد ما سأل أخيرا طيب ومشروعنا هيحصلوا إيه لو مشيت؟ هاشيموتو قال له يبطل يفكر كأداة عشان سايو محتاجاه أكتر من أي ديدلاين. فجأة يوشا جاله اتصال من أوروري بيقول له إن سايو ظهرت في المكتب. جروا على البيت لقوا سايو مستنياهم بره مع أسامي وأيوري. سايو شرحت إنها راحت هناك عشان تمشي يوشا لحد البيت آخر مرة واعتذرت إنها قلقت الكل.
أورور يهزر على يوشا عشان اتخض، وأسامي وعدت إنها تودع سايو في المطار بالليل. سألت لو ينفع تنام على سرير يوشا بما إنها آخر ليلة. وافق بس هزار وقالها ما تحاوليش تعملي حاجة. نامت جنبه بتحاول تهدى بس نفسها المتقطع فضحها. يوشيدا حس بخوفها، لف ناحيتها وقالها إنه قرر يروح معاها بلدها. ما صدقتش في الأول بس هو وعدها تاني وقالها إنه هيساعدها تواجه أمها. اتأثرت وضمته وفضلت تشكره إنه عمره ما سابها. الصبح بدري أسامي ظهرت بدري عشان تودع سايو وحضنتها حضن جامد لدرجة قطع نفسها. وهي بتبص ليوشيدا أسامي حذرته إنه لو ما قصرش في رعاية سايو هتخلي لحمه لحمة مفرومة، بس رغم التهديد عينيها لنت وهي بتتمنى لسايو رحلة رجوع بالسلامة. بعد كام ساعة سايو كانت نايمة بعمق في الكرسي اللي جنبها في الطيارة. عيسى بص ليوشا وسأله إيه اللي خلاه يجي معاهم. يوشيدا رد ببساطة هو حاسس إنه مسؤول عن سايو وعايز يتأكد إنها هتبقى بأمان فعلا مع أمهم. عيسى هز راسه بس نبهه إن أمهم ممكن ما تصدقش إنه اهتم بسايو من غير ما يكون له مصلحة. سايو بدأت تتحرك وفاقت وبصت تتأكد إن يوشا لسه جنبها. أول ما شافته ابتسامة طلعت على وشها. فجأة يوشا فكرها إنه وعدها يفضل جنبها فسايو هديت شوية. أول ما وصلوا هوكايدو سواق عيسى استقبلهم. في الطريق عيسى لمح سايو ولاحظ إنها سكتت وسرحة. حاسس بتوترها قال لهم ياخدوا لهم كام ساعة لوحدهم قبل ما يروحوا البيت. سايو وشها نور من الفكرة. وقفوا عند كافيه صغير وسايو قالت ليوشيدا إنها عمرها ما دخلت كافيه قبل كده. وهما بيبصوا في المنيو وبيطلبوا بصت من الشباك وشافت بنتين بيتكلموا بره. المنظر فكرها بيوكو والذكريات هجمتها. يوشا لاحظ ان ملامحها اتغيرت فحول الموضوع برفق. سايو بدأت تحكي له ازاي امها دايما كانت مخلياها تصدق ان الخروج مع صحاب غلط. عطلاتها كانت كلها مقفولة في البيت واي محاولة تتأخر بعد الأكاديمية كانت بتتاخد عليها عقوبة. بس بعد ما هربت فهمت قد ايه طبيعي ان الواحد يخرج ويعمل ذكريات. ابتسمت وقالت قد ايه هي مبسوطة انها طالعة خروجة بسيطة في كافيه معاه. ولما يوشا سألها لو خايفة ترجع البيت سايو اعترفت إنها خايفة بس وجوده معاها مريحها. بعدين عيسى جه ياخدهم. قبل ما يرجعوا البيت سايو طلبت يروحوا مكان كمان الأكاديمية القديمة بتاعتها. والشمس كانت بتغيب وهم واقفين قدامها. عيسى حاول يمنعها تدخل خايف يمسكوها بتتعدى بس سايو أصرت ومسكت في كم يوشيدا. طلبت منه يجي معاها. دخلوا من فتحة مكسورة في السور من ورا وهم ماشيين بهدوء في الممرات الفاضية. يوشا بدأ يفهم هي رايحة على فين. وصلوا للسلم وساو مسكت دراعه تستند عليه. باب السطح كان مقفول بس سيو رفضت تستسلم. طلعت من شباك قريب رغم ان الخوف بان على وشها. شدت نفسها وعدت. يوشا لحقها وهو قلق ونط جنبها. وهما متجهين للكرسي الخشبي سايو بدأت تشوف لمحات من يوكو. خطواتها اتهزت ووقعت جنب الكرسي. لمسته برفق وقالت هنا كل حاجة بدأت وانتهت. صوتها اتكسر وهي بتتكلم عن ازاي كان ممكن كل ده ما يحصلش لو الأكاديمية كانت مركبة السور بدري. قامت ومشيت ناحية السور السلكي الجديد. مسكته جامد لحد ما جرح ايدها. الدموع نزلت على خدودها وابتدت تلوم نفسها على موت يوكو. يوشا جري عليها وشاف الدم في ايدها. مسك دراعها بلطف وطلب منها تبطل. قال لسايو ان الذنب مش ذنبها لكنها صرخت وقالت إنها كانت السبب إن يوكو تعرضت للتنمر من الأول وإن صاحبتها لعنتها. وهي بتعيط سايو اعترفت إنها حست إن يوكو خانتها لكنها بتكره نفسها عشان الإحساس ده. يوشا ضمها جامد وقال لها إن عادي تحس إنها اتخانت لأن ده معناه إنها كانت مهتمة. شجعها تسامح نفسها وتبطل تشيل ذنب حاجة ما كانتش غلطتها. سايو وقعت في حضنه وهي بتعيط من غير ما تهدى. ركعت على الأرض وطلعت الحزن اللي كانت مدفناه سنين. يوشا فضل جنبها لحد ما نفسها هدي. لف ايدها المصابة بمنديله وساعدها تقعد. سايو شكرته إنه كان معاها وقالت له إنها ما كانتش هتعرف تعدي ده لوحدها. وهم سايبين السطوح وقفت وبصت للمكان اللي يوكو كانت واقفة فيه قبل كده. همست بوعد إنها تيجي تاني وتفضل محافظة على ذكراها. بره عيسى كان مستني. سألها إذا كانت جاهزة والمرة دي هزت راسها بالموافقة. ركبوا العربية ورجعوا البيت في صمت. أول ما وصلوا خدت نفس عميق ومشيت ناحية باب البيت. عيسى نادى أمهم. فتحت الباب وفجأة سخنت وبهدلت سايو بعلقة على وشها. سايو وقفت متجمدة مصدومة ومش عارفة تتكلم. أم سايو طلبت تعرف كانت فين كل الفترة دي واتهمتها إنها جابت العار للعيلة. وقبل ما تمد إيدها تاني عيسى بسرعة اتدخل ووقفها. قدم يوشيدا على إنه الراجل اللي كان بيهتم بسايو بس مدام أوجيوارا ما ادتهوش أي اعتبار. لفت ورجع جوه من غير ولا كلمة. على سفره العشاء الجو كان مكهرب ومدام ايوارا عينيها في عينين سايو. بصوت ساقع قالت لها كانت متوقعة تحقق ايه بهروبها. سايو وبتترعش قالت لأمها إنها ولا مرة حاولت تفهمها. أوارا ردت بحدة وقالت لها إنها أصلاً ما حاولتش تتكلم من الأساس. سايو سألتها لو فاكرة قالت لها إيه يوم ما مشيت. أمها قالت ببرود إنها نسيت. اللمبة دي كسرت حاجة جوه سايو. وهي بتعيط قالت إن ده دليل إنها عمرها ما كانت مهتمة. أوارا اتهمتها إنها هربت علشان تلفت الانتباه لكن سايو ردت وقالت إنها مشيت تهرب من سمية أمها نفسها. صوتها اتكسر وهي فاكرة إنها اتلومت على موت يوكو. القودة سكتت. أيوارا طنشت كل ده وقالت إن الهروب كان قرار غبي برضه خصوصاً إنها انتهت في بيت غرب. بصت ليوشا وسألته هو موجود ليه أصلاً. سو اتدخل بسرعة وقال إن يوشا موجود بس علشان يسندها بس أمها سخرت منه وقالت له يبعد عن شؤون عيلتهم. ولما عيسى حاول يتدخل صرخت فيه يسكت وفي غضبها المعكوس اتهمت يوشا إنه استغل سايو وكمان جابت سيرة ليوناردو. ساعتها ليون ولع. سايو خبطت بإيدها على الترابيزة صرخت إنها بتكره أسلوب أمها اللي دايماً بتهاجم الناس اللي بيحبوها.
مدحت يوشا وقالت إنه عملها بحب واهتمام أكتر من اللي شافته في بيتها، واعتبرته عيلة أكتر من أمها نفسها. أوجيوارا حست بالإهانة، خبطت الترابيزة هي كمان وابتدت ترغي عن التضحيات اللي عملتها بسبب سايو، واعترفت بمرارة إنها ندمانة إنها ولدتها أصلاً. أول ما سمعت الكلام ده سايو انهارت في العياط، ويوشيدا مسك كوبايته بقوة، كان هيرميها على الترابيزة بس بدل كده شرب العصير على مرة واحدة واخد نفس طويل. بعد سكون طويل يوشيدا قام ووقف بهدوء وقال لأيوارا إن سايو ما اختارتش إنها تتولد، وقال إنه مستعد يتحمل مسؤوليتها كاملة لو أوارا مش عايزة تبقى أمها تاني، وبعدين صحح نفسه واعترف إن ده في الآخر مش مكانه هو. ساعتها وفي حركة صدمت الكل، ركع قدامها وابتدى يتوسل لها إنها تعمل الصح مع سايو، مش علشانه هو بس علشان واجبها كأم. إيسا لحقه ونزل هو كمان على ركبته جنب يوشيدا. أيارا وقفت بصدمة مش مصدقة، تايهة ومغلوبة على أمرها، فجأة صرخت فيهم يمشوا وبره عن وشها. إيسا بسرعة تدخل وطلب من يوشا وسايو يستنوا بره لحد ما الدنيا تهدى. على البلكونة سايو لاحظت يوشا وهو بيمسح دموعه، لما سألته إذا كان كويس قال إنه ما كانش متوقع إن أمها تكون قاسية للدرجة دي، واعترف إن قلبه اتوجع وهو شايفها بتتعامل مع سايو كأنها عبء. سايو ودموعها في عينيها طمنته وقالت له إن عادي لأنه اتعصب علشانها. قعدوا جنب بعض ساكتين وبيعيطوا بهدوء وهي شكرته على كل حاجة. اعترفت إن منظره وهو بيتوسل لمامتها خلاها تحس بشعور غريب من السماح. يوشا حاول يهون الموضوع وقال إنه غالبا اتكلم زيادة وسبب ضرر أكتر من نفع. سايو هزت راسها وقالت له لا ومسكت ايده بقوه، ولاول مره هو شبك صوابعه في صوابعها. قعدوا في سكنه مريحه تحت النجوم لحد ما إيسا رجع، قالهم ان امهم وافقت على حل وسط، سايو تفضل في البيت لحد ما تتخرج وفي المقابل مش هتتدخل في حياتها. سايو ما كانتش واثقه في الوعد قوي بس إيسا طمنها وقال يمكن الامور تتغير دلوقتي، وحط الفضل ليوشا انه عرف يوصل لها، وقال حتى هو عمره ما عرف يعمل كده. شكر يوشيدا من قلبه وطلب منه يبات عندهم. قبل ما يوافق يوشا طلب يكلم أيوارا تاني، إيسا وسو استغربوا بس سبوه يدخل جوه. يوشا اعتذر انه تجاوز حدوده قبل كده. أيوارا قالت ان الموضوع ما بقاش فارق، وسألته هو ليه مهتم قوي بسلامة سو. يوشا رد ان مقابلتهم كانت شكلها قدر. أجيورا سكتت شوية وبعدين قالت بهدوء انها يمكن تفكر في كلامه يوما ما قبل ما تصرفه، وقالت له يرجع طوكيو تاني يوم. يوشيدا هز راسه ووعدها انه هيعمل كده. بره سايو كانت واقفة ساكتة بتبص للنجوم، وجعها لسه موجود بس في حاجة اتغيرت. لأول مرة من زمان ما كانتش حاسة إنها لوحدها خالص. بعد ما يوشا خرج من كلامه مع الجرينش النسخة المؤنثة لقى سايو مستنياه وملامحها فيها إصرار، قالت له إنها عايزة كلمة مع أمها هي كمان. هو أداها إشارة تأييد وتمنى لها التوفيق قبل ما تدخل تاني الأوضة. جوه سايو فاجأت أمها ونزلت على ركبتها واعتذرت بصدق عن المشاكل اللي سببتها لما هربت. أمها اللي كانت مستعدة لخناقة جديدة اتلخبطت لحظة واعترفت إنها مش جاهزة تعتذر بالمقابل، بس قالت إنها ما خدتش بالها إمتى ابتدت تبقى ديكتاتورة على عيالها. أيوارا كمان اعترفت إن كلام يوشا وجعها، خصوصا الحتة اللي قال فيها إنها الأم الوحيدة اللي عندها ومش عارفة تقوم بدورها. سايو وهي بتكتم دموعها ما قالتش حاجة في الأول، أمها لمت نفسها وقالت لها تركز في التخرج ومشيت. لما ساو خرجت يوشا استناها عند الباب، ابتسمت ومرتاحه باين عليها، وقالت إنها أول مرة من زمن تتكلم مع أمها كلام عادي. يوشا باركلها ومشوا يناموا وأخيرا قلوبهم هديت. في نص الليل يوشا كان ممدد على السرير بيحاول يغمض عينه، سمع باب الأوضة بيزيق وهو بيتفتح. سو دخلت بهدوء وزحفت تحت البطانية، هو اتحرك شوية عشان يفسح لها مكان بس اتوتر على طول لما ضغطت صدرها على صدره. قالت له إن ده هدايتها الوداعية عشان دي آخر ليلة ليهم سوا، وحاولت تهايص وتقول له إنهم يقدروا يخلوا الليلة دي ما تتنسيش. يوشيدا رفض محاولاتها بهدوء، اتلفت لها وقالها إنه مش محتاج يعمل معاها حاجة عشان يفضل فاكر اللي بينهم. كلامه لمسها فسايو عيطت وحضنته جامد، وهي بتعيط شكرته تاني وبتهزر قالت له طب ما تيجي تعمل صوت الموتور في المخدات الطرية دي. يوشا رفض بس ما ضغطش عليها تمشي عشان يبعد عن الإغراء، سابها تنام على السرير وهو خد الكرسي. تاني يوم الصبح يوشا كان بيجهز يسافر طوكيو. في المطار إيسا طلب من سايو تسيبهم دقيقة عشان يكلم يوشا لوحده، حاول يديه فلوس كتعويض عن اللي عمله بس يوشا رفض واقترح يستخدمهم يجيب لسايو هدوم جديدة. إيسا رجع الظرف وبعد سكتة سأله بصراحة انت بتحب سو؟ يوشا رد بصراحة وقال انه بيحب الستات الأكبر منه وعشان كده عمره ما بص لسايو بالشكل ده. إيسا ضحك وقال ان كان ممكن الدنيا تمشي بشكل تاني لو يوشا ما كانش لقاها الليلة دي، بعدين شكره بجد واعترف ان يوشا غير حياتها للأحسن. صفحوه ويوشا راح يقابل سايو عشان يودعها الوداع الأخير. سايو استقبلته بطاقتها المعتادة وعلى طول سألته أخوها كلمه في إيه. يوشا لف ودار على السؤال وسألها عن اليونيفورم اللي لابساه. سايو قالت ده سر بس اعترفت إنها لبسته عشان تفتكر اليوم اللي لقاها فيه عشان ده أسعد يوم في حياتها. لما يوشا قالها إن مقابلتها أسعدته هو كمان اعترفت له بمشاعرها وقلت له إنها بتحبه. في الأول افتكرها بتهزر ولما شافها جد قالها برفق إنه مقدرها بس مش شايفها بالشكل ده من غير ما تيأس. سو سألته لو ممكن يغير رأيه كمان كام سنة. يوشا ابتسم وقالها ساعتها هيكون بقى راجل عجوز، بس سيو أصرت إنها هتلاقيه مهما حصل. مسكت إيده ووعدته إنها مش هتنسيه حتى لو هو نسيها. يوشا قالها تركز في مستقبلها بس ما قدرش يمسك ضحكته وهي بتعيط وهي بتودعه الوداع الأخير. مشيت ودموعها على خدودها ويوشا طلع طيارته. عند العربية إيسا سألها إن كانت قصدت كل كلمة قالتها ليوشا. سايو وعينيها فيها شجن بس عندها إصرار، قالت له إن دي أكيد مش آخر مرة هيشوفوا بعض.
بالليل يوشا رجع شقته، لقى على الترابيزه نوت من سايو ومعاها واحده من تيشيرتاتها، النوت مكتوب فيها انها سابتها عشان ما ينساش ريحتها، وسابت كمان كشكول وصفاتها. بس يوشا قرر يتحدى نفسه ويطبخ من الذاكره. اول ما داق الشوربه لمسه وطلع طعمها وحش، عيط وحس قد ايه غياب سو موجع. عدت سنين في الشغل، ميشيما ادت يوشيدا اخر مشروع ليها وسالته رايه. هاشيموتو هزر وقال انها اخيرا بقت شاطره كفايه تقود فريق. ميشيما رجعت الفضل ليوشا وقالت انها يمكن تلجأ له تاني لو احتاجت. ساعتها ايوري عزم الكل يخرجوا يشربوا حاجه ويحتفلوا بتقدم ميشيما، بس يوشا رفض وقال عنده ترتيبات تانية. ايوري بتقترح انهم يخرجوا المره الجايه وميشيما بتهزار معاه وبتقوله لسه مديون لها بميعاد. وهو ماشي هاشيموتو يقعد يرخم على يوشا ويقول له انه بقى بيقضي وقت مع اسامي اكتر اليومين دول. وهو راجع البيت يوشا بيتصل باسامي فتقول له يقابلها عند مكانهم المعتاد اللي بيطلعوا فيه يتفرجوا على النجوم. بس اول ما يوصل ما يلاقيش اسامي، بدلها تحت عمود نور مألوف كانت سايو قاعده، عينيها وسعت من الصدمه والمشاعر. بسرعه يمسح وشه ويمشي ناحيتها زي زمان بالظبط. يوشا يقول لها ان الوقت اتاخر وما ينفعش تبقى بره. سايو تبص له بابتسامه هاديه وتقول له دلوقتي بقى متاخر اننا نرجع لورا. وبعدين تساله زي ما كانت بتعمل قبل كده ينفع تبات عنده الليله؟ لو كنت مكان يوشيدا هتسيب الشيطان اللي جواك يطلع على سايو؟ لو اكتب في التعليقات بيبي اويل. وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الملخص وتشترك في القناه لو حابب محتوى شبه كده.